اهلا بيكم في قناة فن الطهي مع ايناس. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة اقتصادية وسهلة جدا وبسيطة، وهي الكشري الاسكندراني. هنعملوه ازاي؟ يلا بينا نشوفوا مقاديرنا. بكوباية زي دي انا عايرت بيها كوباية ونص من العدس الاصفر، وكوباية ونص من الرز، ومعايا بصلة، ومعايا ملح وفلفل اسود وكمون وشطة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. في حلة على النار هحط فيها مقدار من الزيت عشان ابتدي اخد البصلة واحمرها فيها. والبصلة طبعا اللي انا هحمرها دي انا مش هتك عليها، لان انا بس يا دوبك اشوحها كده على خفيف، وابتدي بعد كده احط الرز والعدس. والرز والعدس انا بكون غسلاهم ومصفية منهم المية وسايباهم كده على جنب. هبتدي بعد كده اخد الرز على العدس واحطهم على البصلة على النار، وابتدي اشوحهم كويس قوي. التشويحة دي الخطوة اللي احنا بنعملها دي عشان نخلي الرز مع العدس يكون مش ملزق في بعض، وتكون حبة الرز بحبتها، ما تبقاش معجنة، وتكون مفلفلة بالظبط. تمام. وما تنسيش وانتي بتتفرجي على الفيديو لو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. دلوقتي انا هبتدي ان انا بحمر فيها كويس قوي، وبعد كده هبتدي احط لها البهارات بتاعتها. البهارات بتاعتنا عبارة عن ايه؟ معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة ونص صغيرين من الملح. يعني مقدار الكشري ده واخد معلقة ونص ملح صغيرة. تمام. دلوقتي انا قلبته كويس، وبعد ما المية اتشربت منه بهدي عليه النار وبسيبه على نار هادية يستوي على مهله. بعد 10 دقايق فتحت عليه كده، الرز معانا كده استوى، وشايفة الحبة بحبتها والرز مفلفل ومش معجن. بعد كده هعمل له بصل مقرمش. هجيب بصلة واقطعها جوانح واحط عليها دقيق علشان خاطر ابتدي احمرها وتبقى مقرمشة معايا. تمام. انت تقدري تعملي زي ما انا عملت كده بصله محمره، او تحطي بصله صغيره نيه تقدري تاكليها. عشان البصله تبقى محمره معاكي وناشفه لازم تحطي لها معلقتين من الدقيق عليها، وبعد كده بزيت سخن تبتدي ان انت تحمريها. وبكده يكون الفيديو خلص معانا، وده الشكل النهائي للكشري، واتمنى ان الفيديو يعجبك.